السلام عليكم وتحية طيبة للجميع أينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد. هنا في هذا الفيديو نتقاسم معكم آخر المستجدات بخصوص الموضوع اللي خلى أفراد الجالية المغربية بلا نعاس. هذا الموضوع هذا اللي غنتقاسم معكم من اليوم اللي كيخص مشروع قانون 1977 اللي صادقت عليه الحكومة المغربية واللي كيهم التبادل الآلي للمعلومات ما بين المغرب وأوروبا. وهذا الموضوع اللي غيفضح الجالية المغربية واللي بطبيعة الحال من نهار اللي الناس سمعوا أن الحكومة المغربية تصدق عليه راه الناس ما بقاتش كتنعس، راه الناس تلفت وما بقات عارفة اش دير. صراحة اللي هي ماشي سهلة باش انك تكون مستور مخبع، عندك واحد رزيق مثبت وعندك واحد الدويره ترونكيل جبتيها بواحد الثمره، واحد النهار غادي تفضح تولي تخلص لها ضرائب او اللي تولي تحاسب عليها. فهنا الموضوع ماشي سهل الاخوان، موضوع صعب جدا. الحكومه المغربيه لا تعي حجم الخطوره اللي ممكن ان الجاليه المغربيه تقيسها. غادي نتناقشوا علاش الحكومه المغربيه بغات تصوت عليه، شنو الهدف منه، وطبعا الحال المنموره هذيك التصويت اشنو غادي يجي العواقب. هنا نتقسم معكم اخر المستجدات اللي هي مفرحه كتفرح شويه كما قال الحال كتفرح باش نطمئنوا افراد الجاليه المغربيه بصفه عامه اللي كيعيشوا في الخارج وخاصه في اوروبا وعندهم املاك ديالهم في المغرب سواء حسابات بنكيه او عندهم منازل. طبعا الحال ان شاء الله كنتمنى ان الفيديو ياخذ حقه في اللايكات لان هادشي هذا اللي نتقاسم معكم جديد يعني اني. وراه تقاسموا واحد الاخ اللي هو كينشط بزاف حقوقي وانسان يعني مناضل كيعيش في هولندا اللي هو جمال الدريان اللي كيشتغل بهذا الموضوع هذا بالضبط، يعني كيبحث فيه بزاف وجاب اخر الاخبار في هذا الموضوع هذا حتى في القناه ديالو. شنو وقع، شنو غادي يوقع اصلا في هذه القضيه هذه ديال التبادل الآلي للمعلومات ما بين المغرب واوروبا بخصوص الحسابات البنكيه وكل شيء اللي عند الجاليه المغربيه اللي كاينه في المغرب. هذا المشروع قانون راه المغرب اتفق مع اوروبا في 2019 بانه غادي يصادق عليه، ودابا راه عندنا الخدمه ناضت باش انهم يصادقوا عليه، باش انه زعما صافي راه دوزنا الحيثيات كامله درسنا جميع الجوانب ديالو ودابا غنصدقوا عليه. هذا كيبان حاجه واحده ان الحكومه المغربيه واما ما فهماش مزيان الجاليه المغربيه ما فهمهاش مزيان او لا فاهمه كل شيء ومع ما مسوقاش ما عندها شي غرض يعاودوا لمخهم يضيعوا ما يضيعوش، حيت هاد العواقب راه ماشي وخيمه على الجاليه فقط، وخيمه على الجاليه ولا الاقتصاد الوطني. طبعا هما في الهضره ديالهم كيقول لك هاد المصادقه هذه ديال التبادل الآلي المعلومات الغرض منها ان غادي نتقاسم معك المعلومات بالنسبه للجاليه اللي حاطين فلوسهم عندنا في البلاد وحاطين وعندهم عقارات وداك الشيء كامل. في نفس الوقت انت غادي تفضحي ديك المغاربه اللي كيسرقوا الفلوس وكيديوها يحطوها في حسابات اجنبيه. يعني هنا داك الشفاره ديال البلاد اللي كيسرقوا الفلوس من البلاد كيخرجوها للخارج كيحطوها في حسابات بنكيه تمايا. يعني حتى اوروبا غتعاون المغرب في هذه القضيه هذه، غتقول له فلان راه دا مليار حطو عندي، ها هو حطو عندي مليار، سولوه منين جابو. يعني حتى المغرب غيتفضحوا ديك السراقه ديال المغرب. فعلا هذه القضيه ديال تكون مزيانه ايجابيه بالنسبه للمغرب وبالنسبه للفلوس ديال المغرب باش ما يضيعش. ولكن الكارثه حنا دابا المشكله حنا 5 ديال المليون ديال البشر اللي كاينه في اوروبا، 5 ديال المليون ديال البشر، 5 مليون ديال الجاليه، سنوات تراكمت ديال جميع الفلوس وديال هذه جابها من الشوماج، هذه خدمه في النوار، هذه فهمتوا كيفاش يعني فلوس شويه ملقطه بحال هيدا ودار دار او خلى حساب بنكي او دار مشروع. دابا عاد من اين لك هذا شويه قاص على الجاليه وبزاف وماشي غير شويه، انسان صافي تبات الامور ديالو دار الدويره ديالو غادي دابا غتفضحوا. يعني هنا غادي تكون مشكل كبير بالنسبه للاقتصاد الوطني. علاش؟ لان مني غادي نوصلوا لهذا الاتفاق هذا وغنصدقوا عليه وغنمروا فغادي توقف بصفه نهائيه شحال سميتها شراء العقار في المغرب، غيتوقف بصفه نهائيه الاستثمار في المغرب، غيتوقف بصفه نهائيه فتح حساب في المغرب، غيتوقف بصفه نهائيه مجموعه من الامور اللي كتعود لمصلحه للمغرب. يعني هذاك الاقتصاد اللي كان كيتروج بسبب الجاليه ما يبقاش يتروج، لا حسابات بنكيه ولا عقارات ولا يديك ولا خليك ولا مشاريع. يعني عنده عواقب وخيمه، راه 5 ملايين ديال البشر كنهضروا. يعني هذوك اللي الاوباش اللي كيسرقوا الميزانيه ديال البلاد وكيخرجوها للخارج محسوبين على رؤوس الاصابع، ماشي قد العدد ديال الجاليه المغربيه اللي كتكب يعني الفلوس صحيحه في البلاد. واخا دابا نتكلموا على اخر مستجد. شنو وقع بحكم اخذ وراد وضغط وبزاف يعني كيتكلموا مجلس الجاليه الحقوقيين النقابيين الناس اللي كينشطوا يعني في العمل الجمعوي. يعني هنا بحال اللي وصلوا الميساج للبرلمان وغادي يكون واحد النقاش مائده مستديره ما بين البرلمانيين وما بين افراد الجاليه الممثلين ديال الجاليه باش يوصلوا لواحد النقاش واحد الحل باش يتوقف هذاك مشروع قانون 1977 اللي بغات تصادق عليه الحكومه المغربيه.
باش يتوقف او لا مهم الا ما توقفش غادي يكون فيه تعديل على الاقل، اما يتوقف اما يكون فيه تعديل على الاقل، ما يكونش يجبد ضرر على الجاليه المغربيه، لان غادي تكون كارثه ما بعدها كارثه. لان اقبح خبر سمعته الجاليه المغربيه قبل العيد الكبير هو هذا، جمع العيد الكبير، جمع العطله الصيفيه. يعني راه الا مشات تبان بان غيتصدق عليه، راه المغاربه اللي غيهودوا في الصيف دابا راه كلشي غيبيع اللي عنده، غيبقى يبيع بنص الثمن ويسير يدير من الناقص باش ما يتفضحش. اذا في هذه الحاله هذه يعني كان لابد ان البرلمانيين والحكومه المغربيه اللي باغا تصدق على هادشي تسمع الجاليه، تفهمها، تعرف شنو كاين، ماشي تبقى غادي غير هكا كتسد القوانين غير هاك بالك. واخا تقول لي انها يعود على الاقتصاد الوطني بان كنفضح كروش الحرام اللي كيسرقوا الفلوس كيخرجوا للخارج، دير معهم شي اجراء اخر هذوك. يعني كتشوفوا ان واخر مثال سويسرا جات في وسط اوروبا وعندها الفلوس ديال العالم وما كتفضح حتى شي واحد، الاسرار ديال حتى شي واحد ما كتفضحوا. علاش؟ كتقول انا جيتو عندي ففلوسكم تبقى عندي. اذا في هذه الحاله هذه الناس الجاليه المغربيه بصفه عامه دائما كان عندها حب الوطن، هذه الاولى. ثاني حاجه الاستثمار في البلاد، دير ركيزه في البلاد، الثقه في البلاد، الحب للبلاد، بزاف الامور اللي كتخليهم انهم يجيو للبلاد ويساهموا في الاقتصاد ديال البلاد. لا من ناحيه انهم راه كيروجوا البلاد مزيان، سواء بناو ولا شراو ولا فتحوا حسابات ولا هادشي كامل كله يعود على الاقتصاد الوطني. اكثر من 100 مليار درهم راه ماشي سهله، راه رقم خيالي قد المعامله ديال الفوسفات وعمله صعبه او اكثر. فهنا ان شاء الله الاخبار اللي هي كنقولوا حنا ان شاء الله تكون مفرحه، هو ان غيكون نقاش ويكون نقاش باش يتوقف ان شاء الله هذا المشروع هذا وما يتمش المصادقه عليه. في هذه الحاله هذه الناس ديال الجاليه غادي يديروا غادي يتنفسوا الصعداء وغيمشي الامور ترجع لمجاريها. وهذاك الشيء كامل اللي هضرنا عليه غادي نخليوه عرض الحائط. واوروبا الا بغات دير شي حاجه او لا تزير علينا باش تقلب في طريقه واحده اخرى الا بغات انها تزير علينا. لان علاش؟ هادشي ماشي ديال غدا، ماشي ديال البارح ولا ديال الشهر اللي فات، ولا حنا كنهضروا سنوات متراكمه والناس كتجمع سنتيم على خاه. سنوات متراكمه 1000 اورو على 1000 اورو على 1000 اورو. يعني باش الانسان وصل لديك الدار اللي دار في البلاد عندها فيها دوزيطاج وكراج او داك المشروع او داك الحساب البنكي الا كان فيه 100,000 اورو ولا 200,000 اورو، ولا راه كان سنوات متراكمه ديال الجميع باش وصل. هادشي كلشي داز، حسي مسي تاجي دابا تفضحوا وتولي عاوتاني من اين لك هذا؟ يتحرم من السكن الاجتماعي اللي كان ساكن، يتحرم من شي معاون اللي كان كيشد، يتحرم من مجموعه من الامور، ويتحرم هو اول حاجه. ومني غيتحرم غيتسخط، ومني غيسخط ما يبقاش يستثمر في البلاد، غيدير بالناقص، ما يبقاش يثيق في البلاد، وهنا كلشي خاسر. غيولي كلشي منصب على اوروبا نفسها. وغالبا غتكون اكبر مستفيد من هادشي كامل اللي كنهضروا عليه هي اسبانيا، لان الجاليه المغربيه لما استثمرتش في المغرب، الجاليه ديال هولندا، بلجيكا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، السويد، الدنمارك، النرويج، الجاليه اللي كاينه في الخارج بصفه عامه الا ما استثمرت في المغرب راح تستثمر في اسبانيا، لان اسبانيا اقرب الى المغرب، الجو ديالها بحال ديال المغرب، كل شيء، السياحه رقم واحد انتم عارفين، الاستقبال، الاكل، كل شيء موجود في اسبانيا. اذا اكبر مستفيد غتكون هي اسبانيا اذا مشى الحكومه المغربيه صدقت على هذه المصيبه. هذه كنسميها مصيبه ماشي قانون. اذا نتمنى ونتفائلوا خير ان شاء الله في هذه الاخبار الجديده اللي كتصب في هذه القضيه ديال تبادل الالي للمعلومات بين الجاليه المغربيه بخصوص مشروع قانون ديال 1977 اللي ان شاء الله غادي يتمحى عما قريب. غادي نبقى نستناو ان شاء الله حتى تخرج النتيجه وغنتقاسموا معكم ان شاء الله في المستجدات النهائيه اللي غتكون بخصوص هذه القضيه هذه. كنتمنى لكم تستفدوا من الموضوع، واذا استفدتوا درنا لايك الاخوان، بارطاجي باش توصل المعلومه للجميع ان شاء الله حتى الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.